نأخذ منها فائدة لنا، وبندعي لصاحب اللي مر في هذه الرؤية بالمغفرة والرحمة في هذه الليالي الفضيلة. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمه والدينا وجميع موتى المسلمين رب العالمين. طبعا هذه رؤية منقولة لي من الواحد اللي أقارب هذه المرأة المتوفية، يقول وهي خالته المتوفية، يقول شفت إنها جاية تمشي على كرسي، لابسة ثوب أبيض أطول من الكرسي وفال شعرها، وراها أراضي زرع ورد ونخل كثير. يقول سألتني عنكم كلكم وقالت لي أنا جاية أبي توصل لهم رسالة. لاحظ، أنا جاية أبي توصل لهم رسالة كلهم. وأنا أشوف الرسالة اللي هي قالتها مو بلها بس لنا حتى هن. يقول قلت أبشري. قالت شفت اللي وراي هذا كله، قول لهم ترى من التسبيح. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج من الأرض إلى السماء لقي أبونا إبراهيم عليه السلام، قال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأنبئهم أن أرض الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعرف عن هذه المرأة يقولون أهلها كثرة التسبيح. الآن هذه المرأة متوفية وصلتنا الرسالة هذه لي ولك ولأهلها ولكل من رأى المقطع هذا. التسبيح هي غرست وذهبت وزرعت في الجنة لما كانت حية. فهذه الآن الرسالة الموجهة لنا إحنا أن نغرس، أن نزرع حتى نحصد يوم القيامة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ونحن الأيام في أيام فاضلة، ورمضان شهر القرآن بلا شك، وهو أفضل الذكر. فنحرص يا أخواني في الله على قراءة القرآن، نحرص على كثرة التسبيح، نحرص على كثرة التحميد والتكبير، نحرص على كثرة الذكر. فالله سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا موسم الآن لمضاعفة الأعمال والتزود والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنزرع في هذه الدنيا من أجل أن نحصد في الآخرة. هذه كانت رسالة من صاحبة من هذه المرأة المتوفية لي ولك ولجميع لمن يراها. احرص على كثرة الذكر، فقد عرف عنها كثرة الذكر.